معانا. انا عايز استفيد بكم المعلومات الكتيره قوي 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 اللي ناس كتيره جدا ما عندهاش فكره عنها، منها التسابق في التسلح الذري او التسابق على تقسيم اليورانيوم، او المشروع احنا بدأناه في الخمسينات بالتوازي مع ديمونة في اسرائيل، واحنا كان في انشاص، وبعدين للاسف دلوقتي بقى في الضبع. عايز اعرف رايك كيف تاريخنا في تقسيم اليورانيوم والدخول الى نادي التسلح الذري. ده يهمني جدا اعرف معلوماتك. كل العالم سواء من امريكا. احنا بقى موقفنا ايه يعني؟ انت مشروع الضبعه بدأنا في انشاص ايام عبد الناصر، فاكر انت طبعا. ايوه. وفي معسكر هيساعدك وفي معسكر هيقف ضدك. مظبوط. لكن دلوقتي المعسكرين هيقفوا ضدك. هو ايه ميزه مشروع الضبعه؟ مش حكايه ان هو بيدي الكهرباء بس، لانه كميه الكهرباء اللي هتطلع منه طبعا كبيره وكله، لكن مش هي دي النقطه. هي النقطه ان انت كده بتدرب كادر جديد فني وتقني يقدر ان هو يستخدم النيوكلير انرجي، النووي. بس هو ده اساس اهم حاجه يعني.